مساء الخير عليكم. انا عايز بس اقول حاجه يا جماعه لجمهور مصر عامه وجمهور النادي الاهلي، بلاش نعيش في الاوهام. هو الاهلي كده بنسبه 90% خرج بالبطوله. اهم حاجه بقى الماتش الجاي حتى لو غلبوا التمثيل المشرف، لان المباراه الجايه بين بالميراس وبين ميامي هيبقى تعادل، لا اما 0-0 لا اما 1-1 بنسبة 90%، ولا خلاف. حتى بعد المباراة نتقابل ونتكلم وسجلوا عندكم خلاص. اما بالنسبة لمباراة بورتو والاهلي، نفس الكلام اللي احنا بنقوله، اللي نغلب هم كمان، لان هم فرقة برضو اقوى من النادي الاهلي، فهم عاوزين يعملوا برضو انجاز ويغلبوا على امل هو يوصلوا. بس احنا بنقول الاهلي بقى ايه، بس تمثيل مشرف، على الاقل يتعادل او يغلب، ده اقل حاجه. انما ننسى الاهلي، ينسى ان هو هيوصل ليه بقى، لان خلاص هي جت ما هي الحياه فرص والكره فرص. خلاص هي كانت الفرصه في ايد الاهلي وانتهت. دلوقتي الفرصه مش في ايد الاهلي. الوقت خلاص زي ما انا قلت، ميامي بالميراس هيلعبوا على التعادل. يعني العملية معروفة فبلاش نقعد بقى نتكلم كتير. بس أهم حاجة الأهلي يعمل تمثيل مشرف فقط لا غير. النادي الاهلي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ده خروج لاعب من اللاعبين الرايحين